حبايبي رجعنا لكم تاني للرز ابو فول حراتي دوت. البصله اصفرت هنزل عليها الفول كده على طول. ماشي زي ما انا قلت لكم ده كيلو بعد الايه بعد التفصيل. وشوربه الخضار انا عاملاها جنب بردك اهو، الاثنين بعملهم جنب بعض. ماشي هشوح فيه كده وهحط له بق ميه، يعني نص ايه مثلا ايه كوبايه، نص كوبايه ميه على اساس يستوي ايه حبه قبل ما احط عليه الرز، عشان ايه اتاكد اللي هو استوى في قلب الرز، ما تبقاش الفلايه ايه ناشفه، رغم هو طالع جديد لسه بشاير حلو، فالحبايه طريه حلو مش هتبقى ايه ناشفه ولا حاجه. ماشي بس انا هدي بق ميه ايه يغلي الاول معاه، وبعد كده احط الميه بتاعتي الايه للرز. واللسان العصفور دي شغاله فيها اهو، بصوا اهو بسم الله، بصوا اهو هيصفر شويه، بعد كده انزل ايه حبه تاني كده عشان ما يبيضش لما يستوي، احمره اللون الحلو ده عشان لما اجي يستوي ما يبيضش اهو. اللي عايز يعمل الاكله دي يعمل، واللي عايز يعمل الاكله دي يعني. ماشي يا حبايبي. وبعد كده هنزل عليه ايه الخضار بتاعي زي ما قلت لكم لسه شويه يعني. بصوا اهو الفول اهو، هحط معاكم ايه كوبايه ميه عليه. بصوا اهو حطيت شويه ميه يجي نص كوبايه كده يستوي بس عشان اتاكد ان هو استوى. وهحط ملح نص معلقه، وكده كده مش هيتحط له الا ايه ملح ورشه فلفل والمرقه بس، مش هحط توابل تاني عليه. ممكن احط له شويه كركم يخلي لونه اصفر كده حلو. ماشي هغطيه واول ما يشرب وهنزل الرز هرجع لكم. لونه حلو قوي عشان لما يستوي ما يبيضش، يبقى لونه كده حلو. وادي ايه الخضار بتاعنا اللي انا قلت لكم عليه ايه الكوسه والجزر والبطاطس. عايزين تحطوا فاصوليا، عايزين تحطوا بسله، اللي انتوا عايزينه. عايزين تحطوا مكعبات بصل معاها يبقى حلو بردك قوي. هشوح كده الخضار عشان يطلع ايه طعمه حلو ومفلفل كده يبقى حلو كده. وعلى فكره شوربه الخضار لما بتبقى مستويه زياده عن اللازم ما بتبقاش حلوه، خلي بالكم بتفقد الايه القيمه الغذائيه بتاعتها، ما بتبقاش حلوه. بس لما بتستوي السوى الحلو كده مظبوط بيبقى طعم الخضار حلو، ما استواش قوي ما اتهراش، وطعم لسان العصفور حلو، وطعم ايه الخضار مع لسان العصفور واخد من بعضه يبقى طعمهم جميل. غير ما تتهري كده وتبقى مهريه ما بتبقاش حلوه خالص، حتى الاطفال ما بتقدرش تاكلها. بس الخضار كده لما بيبقى مستوي نص سوا حلو كده على اساس ايه يبقى بخضاره كده واللون بلونه. ماشي كده انا هحط ايه الملح، انا هحط فلفل اسود ما تكتروش. ماشي ما تكتروش رشه يعني بس كده. وهحط مرقه، شفتوا المرقه السايبه دي حلوه قوي، انا عندي منها هحط منها ايه معلقه صغيره. بصوا اهي، بصوا المعلقه اهي، ادي البرطمان بصوا اهي معلقه منها. المرقه السايبه دي حلوه قوي طعمها، جربوها اللي ما جربوهاش. بصوا بقى الشكشكه دي حلوه كده، الخضار يتقلب مع ايه لسان العصفور. وزي ما قلت لكم اي حد عايز يزود خضار تاني زود، هيبقى احلى واحلى طعم. هحط الميه بتاعتي اللي عايز يحط كركم في شوربه الخضار يحط، بيبقى لونها حلو وطعمها حلو على فكره برضه، ومغذي قوي في الاكل. بص اهو اول بقى ما تتشرب هغطيها وهظبط بردك ملحها، هدوقها اول ما تدخل في السوا. ماشي يا حبايبي. بصوا شكلها حلو ازاي، وعندي التقديم هوريها لكم. غلا بصوا انا حطيت ايه معلقه صغيره جدا كركم عشان يبقى لون الرز حلو. بصوا انا حطيت هنا ايه ملح وفلفل وشويه كمون. ماشي بسم الله. وهو نص كيلو رز انا غسلته نقيته حلو وغسلته ايه وصفيته. هنقلب كده اهو يا دوب الميه، بصوا بسم الله ما شاء الله الميه يا دوب حلوه قوي كده عشان خاطر سوى الفول. انا ما تنسوش ان انا حطيت ميه الاول كوبايه ميه عشان ايه الفول يغلي شويه فيها، وزودتها قبل ما ايه حطيت كوبايه تانية. ماشي قبل انزل الرز.
عشان بس نتاكد من سوايه الرز مع الايه الفول بتاعنا. هغطيها واول ما تتشرب هوطي عليها، وعندي التقديم هوريهولكم ان شاء الله يعجبكم. ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ودايما بخير يا رب وتزيدوا ما تقلوا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده واحده حبيبتي جايبه فول حراتي، لما بقول لها الله ده بيتاكل بكذا حاجه قالت لي ازاي يا ام سلمى ازاي؟ قلت لها ده انا بعمله ايه برز، واحيانا بعمل في قلب الرز حته لحمه. قالت لي طب ازاي؟ قلت لها خلاص انا هصوره واتفرجي عليه ان شاء الله. فانا هنا حطيت معلقه سمنه ومعلقتين زيت وبصلايه زي ما انتم شايفين كده. هحمرها اخليها تدبل يعني او تصفر بس ما تتحرقش، وهنزل عليها بالفول. الفول الحراتي انا مفصصاه اهو، فصصه على اساس ايه يبقى سهل وبسيط زي ما انتوا عايزين. ده كيلو، بعد ما انا فصصته طلعوا قد دول بس حلو يعني. انا هعمل نص كيلو رز بس عليهم، يعني كيلو الفول اعملي انت ممكن كيلو رز، بس انا عشان عامله شوربه خضار عشان العيال زي ما قلت لكم هو عيانه، ابني معايا تعبان عنده برد، عملت شوربه الخضار. فانا ايه هعمل رز بالفول الحراتي اللي عايز ايه ياكل، هو حلو جدا ماشي. اللي عايز طعمه بحته لحمه يطعم ماشي يا حبايبي. لما البصله بقى تصفر واجي انزل الفول هنزله معاكم يعني هقول لكم. يا حبايبي رجعت لكم تاني. الرز اهو ابو فول شكله حلو قوي ومستوي. بصوا اهي الفولايه حلوه قوي، بصوا عامله ازاي، والرز مفلفل وجميل. بصوا بسم الله، اكله موفره وسهله وبسيطه ومغذيه. اللي عايز يحط حته لحمه زي ما انا ما قلت لكم حطوا. وهنا شوربه الخضار بصوا جميله ازاي، مفلفله بردك. لما قلت لكم غمقوا لون اللسان العصفور شويه، مقصود اللي انا ايه لما اسويه ما يبيضش معايا يبقى شكله ايه وحش. والخضار اهو زي ما انا قلت لكم ما تهروهاش، خليها مستويه السوا الحلو كده عشان لما نيجي ناكلها تبقى طعمها حلو. وده كان عندي عدس انا امبارح فعملته، حمصت عيش بقليه في الزيت وحطيت عليه عدس. انا عامله لكم العدس في القناه. مقصود بقى من ده كله ان احنا نبقى راضيين وحامدين ربنا وشاكرين على اللي ايه يدوهنا. محدش يقول مفيش او اللي معايا مش مكفي، لا. انا عملت شوربه خضار لما لقيت ابني تعبان وعملتها من الميه من الحنفيه حطيت لها مرقايه. عملت الرز ابو فول حراتي، جبت كيلو فول ما كلفنيش ماشي. عملت شوربه خضار كوسايه على بطاطسايه على جزرايه على ربع كيلو لسان عصفور اتعمل ما شاء الله طلع حبه حلوين. العدس كان بقيته من امبارح، مش هروح ارميه ولا اركنه اقول لا نعلم العيال القناعه، نعلم العيال الرضا، نعلم عيالنا ان احنا اي حاجه في البيت ناكلها عشان العيل يطلع قنوع كده ومش مفتري ويطلع حامد ربنا. مش بتفلسف عليكم والله، بس انا ايه شفت حاجه فبتكلم عليها من غير ذكر اسماء. فنحمد ربنا على اي حاجه، ويا رب يا رب يكون الاكل عجبكم سهل وبسيط مش مكلف. وللست البيت اللي معاها مصروف مش عارفه تعمل بيه ايه، اعملي عدس، اعملي بصاره، اعملي شويه فول وطعميه، اعملي شويه رز ببطاطس نفس طريقه الفول الحراتي بالرز برضك. كل حاجه سهله وبسيطه على قد ايدينا ماشي مش مكلفه. ويا رب يكون الحلقه بسيطه على قلبكم خفيفه، ويكون وصل لكم كلام صح تفهموه يعني مني صح ما تفهموش بمعنى تاني. وكلنا على قد ايدينا وكلنا الحمد لله، ويجعل الخير في بيوتكم كلها والبركه ويزيدكم يا رب ان شاء الله. وهقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.